أنا اسمي طارق أمير, the CEO and the founder of Repop Egypt. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة التاسعة من الموسم الثالث شارك تانك, وتحديدا وايباب, شركة متخصصة في صناعة ما يسمى بالإيج يولك, يعني من الآخر كده صناعة البيض, سواء بقى بياض أو صفار. طيب هو يعني إيه صناعة البيض؟ الفكرة كلها هو مش إنتاج البيض, هو صناعة البيض. البيض ده بينتج وبيتعرض للفساد بعد فترة عشان هو في الآخر منتج طبيعي, ففي ناس أو مصانع بتاخد البيض ده وتفصل البياض عن الصفار ويبدأ يتبستر, يتعمل له عملية بسترة عشان يحافظ عليه ويقتل البكتيريا اللي فيه, وممكن يجمد عشان يقعد فترات أطول, أو يبرد برضو فيقعد مثلا 21 يوم بهذا الشكل, أو كمان اللي كان جديد عليا إنه ممكن يتجفف ويتحول لبودر ويعيش لمدة 2 بره التلاجة أو الفريزر. الجميل بقى إن الشركة دي اللي كان جاي يعرضها هو شاب سوري مهذب جدا وشغال في السوق بقاله 5 سنين. قدر خلال الفترة دي إنه يعمل مبيعات بقيمة 28 مليون جنيه في السنة, وحلمه إن هو يخرج المنتجات دي بره مصر تحت شعار صنع في مصر. وعلى ذكر طارق والشباب السوري, نحب دايما نقول لإخواتنا السوريين انتوا دايما منورنا, وإن شاء الله اللي جاي يكون أفضل من اللي فات ليكم ولأهلكم ولشعبكم. الاسك بقى بتاع طارق في الحته بتاعه البيزنس ما كانش احسن حاجه. هو كان طالب 25 مليون جنيه مقابل 20% من الشركه, يعني مقيم الشركه ب 125 مليون جنيه, في حين ان الشركه بايعه ب 28 مليون جنيه اخر سنه, او متوقع يقفل السنه دي على كده. فحس الرقمين بعاد عن بعض شويه, اعتقد ان التقييم كان محتاج يتظبط اكتر من كده. من الإحصائيات الرهيبة اللي قالها طارق في بداية البيتشنج بتاعه إن مصر تقريبا بتنتج حوالي 7 مليار بيضة في السنة. الرقم ده بيتهلك منه أو بنفقد منه 2 مليار بيضة. الرقم ده أكتر من ربع نتيجة بقى سوء التخزين ونتيجة الكسر ونتيجة الحاجات دي والتداول بالشكل السليم بتاع البيض. طبعا إحصائية قوية ومحتاج يتبص عليها, الرقم ده فعلا مرعب. الفكرة نفسها اللي هو عاملها فكرة حلوة مش جديدة ولكن مش موجودة كتير, ان انت تفصل الصفار عن البياض. اولا ده بيدي ميزة ان في بعض المصانع اللي بتشتغل في مخبوزات معينة بتحتاج الصفار بس او البياض بس, فيقدر يدفع تكلفة الحاجة اللي هو عايزها مش تكلفة الاتنين مع بعض. زائد ان هي بتسهل عليهم. تخيل لو انت عندك مصنع وبيستخدم الاف البيض كل يوم, لا هو مش هيقعد يكسر, هو بيجيله حاجة في جراكن متعبية سواء في الصورة السائلة او في صورة الباودر لو هو محتاجها بودر. فالفكرة نفسها مميزة وفعلا بتدي added value محترمة للصناعة, سواء المكابس الكبيرة او المصانع او محلات الحلويات, فكل دول يعتبروا الزبائن بتوعه. بدأ من ان هو كان بيعمل 100 كيلو في اليوم لان هو بيعمل 1.5 طن في اليوم وبيشتغل تقريبا شيفت ونص. فطبعا الجرو بتاعه محترم في ال5 سنين ويقدر جدا. ولو تفتكروا احنا كنا بنتكلم ان الجروينج بالكميات اهم من الجروينج بالارقام. كمان هو بقى عنده زباين تقال زي تي بي اس ودومتي بياخدوا منه, دول برضو زباين كبار. البيتشنج كان ظريف وخلص بسرعة, ولكن كان ينقصه شوية أرقام وشوية تفاصيل, وده اللي خلى محمد فاروق أول ما هو يخلص بيتشنج يسأله طب قول لنا بعت بقى بكام, قول لنا أرباحك قد إيه, يعني ادينا شوية تفاصيل عن الموضوع. ولكن اللي لفت نظري ان اخيرا حد قال الاوفر بتاعه في نهايه البيتشنج. بعد ما قلت لكم هعمل لكم ايه او هبيع لك ايه اقول لك بكام, لكن انا بصراحه موضوع ان انا اقول اول حاجه الاسك بتاعي ايه وبعدين اتكلم, انا النقطه دي كلها انتوا عارفين هي مش عاجباني. يعني من النقط بقى البوزيتيف اللي عندهم ان هم اولا رغم ان مصنعهم صغير مساحه, ولكن هم بيقول ان عندهم اوتوميشن كامل عشان ما يدخلش اي تلوث جوه العمليه الانتاجيه, فدي نقطه بتبقى كويسه بتوري الشخص الفيجن بتاعته رايحه فين. الحاجه الثانيه ان هم مبيعاتهم كانت 9 مليون سنوي, نطت ل 28, قفزه كبيره. ده معناها ان هو بدا في اول الجروينج كيرف, فان شاء الله هيكمل على كده على الاقل 3-4 سنين لو مشي بنفس الفكر وبقى في ظهره في فند محترم يزق له قدرته الانتاجيه. ولكن النقطه الخطر قوي ان كل المبيعات دي بيمثلها 3 أو 4 عملاء, عنده عميل واحد بيمثل 70% من مبيعاته. ده خطر قوي على البيزنس. بس هو بيقول ان انا ده نتيجه ان انا قدرتي الانتاجيه قليله, فاعتقد الموضوع ده لازم يتحل, لو ما كانش بالشوركس يبقى بحد تاني. طبعا السؤال التقليدي انت هتعمل ايه بالفلوس, فهو تقريبا في 15 مليون جنيه مكن وحوالي 5 مليون جنيه في اللوجيستكس عايز يجيب عربيات و5 مليون جنيه ماركتينج. الرقم ده والتقسيم ده بالنسبه لنوع المستثمرين اللي قاعدين بيسمعوا حاجه كده مزديكه, لان هم
اغلب الفلوس رايحه في اسيتس، فدي بالنسبه لهم كده حاجه يعني في نوع من السكيورتي، او هما بيحسوا ان الدنيا كده امن. القصه بقى الثانيه اللي هو اتكلم فيها ان هو شغال شيفت ونص، فمحمد فاروق قال له طب انت ليه ما اشتغلتش 3 شيفتات؟ رده بصراحه كان مقنع، واضح ان هو عارف يعمل ايه. فقال له انا يعني في عندنا ظروف لها علاقه بالتجميد والتبريد ومساحه الثلاجات فبتاخد وقت، فما اقدرش اشتغل كميات اكتر من كده. فرد برده كان واضح ومقنع. محمد فاروق طبعا الكلام كان جاي على هواه، لان انتوا عارفين ان هو بيحب التخصص، ما بيحبش ان انت تفتح في منتجات كتيره، فطبعا ده متخصص في حاجه معينه، فهو كان عاجبه الكلام قوي. السويدي بقى دخل سأله كام سؤال، وبعدين قال له تعليق انا شايفه من اجمل التعليقات اللي اتقالت على مدار الموسم، ولو مش فاهمينه كويس اكتبوا لي في الكومنتات عشان اشرح الحته دي بالذات. قال له انت قدامك فرصه كويسه قوي، سعر البيض في مصر اغلى من بره في الوضع الحالي اللي احنا فيه، بس انت لو جبت البيض من بره ودفعت عليه الجمارك وضرايبه وقصته الدنيا مش هتكون موفره قوي. فقال له كده على تريك الناس اللي بتبقى فاهمه في الصناعه بتعملها: استورد المواد الخام، استورد البيض بتاعك، صنعه هنا، وبعدين يعمل له حاجه اسمها اعاده تصدير. الاجراء ده ورقيا ما بتدفعش عليه جمارك، ان انت جبت مواد خام عملت عليها عمليه او ادد فاليو في مصر ورجعت صدرتها تاني، بتسترد الجزء بتاع الجمارك اكن لان انت المفروض تاخد اعفاء من القصه دي لانك مش جايبها عشان تبيعها جوه مصر. فطبعا دي تريك حلوه قوي يعني، فاعتقد ان دي من اجمل الجمل اللي اتقالت في الحلقه. الجميل بقى في الموضوع ان هو طالع من تجربه شخصيه ومعاناه شخصيه، لان ايمن عباس ساله طب انت ايه اللي وداك في الحته دي يعني؟ فاكتشفت ان هو كان شغال في الفود اند بافريج، كان عنده مطعمين، وكان موضوع البيض ده عامل له مشكله، هيجيبه منين وبيتكسر وممكن يجي مش نظيف ويعني او من جوه مش مظبوط، يعني تفاصيل كتيره جدا او يفسد عنده. ففكره ان الحاجه تطلع من معاناه شخصيه بتبقى انت عارف الكلاينت عايز ايه بالظبط، وبتبدا تظبط كل حاجه عشان تديله الحاجه اللي هو عايزها. كمان السنه الجايه هو ماضي عقود بحوالي 67 مليون جنيه، فطبعا الرقم برضو كبير. ده بقى يمكن اللي يحاول يقرب الدنيا شويه في التقييم اللي هو عنده. ايمن عباس بقى كان اول حد يديله اوفر، قال له انا هديك 30 مليون جنيه مقابل 50% من الشركه، يعني قيم له الشركه بحوالي 60 مليون جنيه. طبعا ده تقييم اقل من اللي هو كان طالبه بكتير. دخل بعد ياسين منصور اداله اوفر كده ميكس، يعني من الحاجات اللي ما بنسمعهاش كتير، قال له هديك 30 مليون مقابل 45% من الشركه زائد 10 مليون مقابل 6% من الشركه، يعني كده هو خد منه 51 قصاد 40 مليون جنيه، يعني تقريبا تقييم حوالي 80 مليون جنيه. وده طبعا بالنسبه للاوفر ده ايمن احسن شويه، ولكن هيفقدوا ايكويتي اعلى، هيفقدوا 51% من الشركه. دخل بعديه محمد فاروق قال لا هديك ال 25 اللي انت عايزهم مقابل 30% من الشركه زائد 5% رويالتي فيز لمده 5 سنين. فاكرين بقى لما اتكلمنا عن المانجمنت فيز؟ الرويالتي فيز دي حاجه شبهها كده، لو عايزين تعرفوا ايه اكتبوا لنا في الكومنتات. في اللحظه دي هو قرر يخرج يفكر مع نفسه كده وياخد راي زوجته وشريكه، وبعدين رجع كان عايز ياخد الاوفر بتاع محمد فاروق، بس قال له عايزين نقلل الرويالتي فيز دي بدل 5% نخليها 2%. محمد فاروق كده فكر وقال له ماشي، بس 2% هتبقى 10 سنين مش هتبقى 5 سنين. ايمن عباس بقى عمال يسخنه وهو عايز ياخد الاوفر منه، فعمال يقول له ده كده اللي خده من اليمين طلعه من الشمال. وبعدين راح محسن الاوفر بتاعه شويه، قال له هديك 30 مليون بس مقابل 40% مش مقابل ال 50 اللي انا كنت عارضها في الاول، عايز يحرك الدنيا شويه. برضو خرج تاني عشان يفكر ورجع قال له احنا طب يعني ينفع نخليها، انا مش هقدر اديها اكتر من سنتين، رويالتي فيزا التزم معاك سنتين فقط. من هنا لهنا وصل معاه فاروق قال له 2% 5 سنين، ودي اقل حاجه انا هقدر اعملها. والناحيه الثانيه ايمن عباس نزل بالايكويتي اللي هو هياخدها 35%. انا كنت شايف في اللحظه دي ان الاوفر بتاع فاروق افضل، لان هو هيبيع 30% فقط، هيبيعها على فالويشن احسن، هيلتزم رويالتي فيز 2% لمده 5 سنين هيخلصوا، واساسا دي ما بتبقاش من الايكويتي، دي رقم اكنك بتدفعه فيز كده نتيجه مثلا حق استخدام ان الراجل ده معاك او اللوجو ده معاك او ايا كان يعني. فكنت شايف ان ده اوفر كويس، لكن هو ايمن عباس فضل يضغط عليه يقول له انا هاخد 35 مش هاخد منك حاجه ثانيه. فهو في الاخر اختار الاوفر بتاع ايمن عباس، وبعد تقريبا يعني نقاش 10 دقائق في الحته بتاعه العروض بس قدر ايمن عباس انه يدخل شريك معاه ويقفل الديل بال 35% ايكويتي. وده كان ملخص الفقره بتاعه وايب اب في الحلقه التاسعه من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزين نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب في القناه.